الطفل الصغير ده هو وزميلته كانوا خارجين من المدرسة، فكل واحد فيهم مستني والدته تيجي تاخده. فالبنت جت والدتها وكانت راكبة عربية فخمة جدا. والدة الولد ده جت بس جاية على سكوتر، فالولد كان متضايق جدا، فقال لمامته انا مش عاوزك تيجي تاخديني تاني. فالام اتضايقت وما اتكلمتش. مجرد ما وصلوا البيت الولد كان داخل مكشر والام كانت داخله مكشره. فالاب مجرد ما شافهم فهم، لان حصل معاه نفس الموقف، فقال لزوجته ادخلي اعملي الاكل وانا ليا كلام معاه. فالاب اتكلم مع ابنه وقال له ربنا بيوزع الرزق علينا بالتساوي، مفيش حد بياخد اكتر من حد. احنا ما عندناش فلوس، لكن عندنا انت ولد جميل وشاطر وذكي، عاوز يبقى عندك فلوس يبقى لازم تذاكر وتجتهد وتكونها بنفسك. واخده وقال له بص على والدتك، شايف والدتك بتتعب معانا جدا، المفروض انها تسمع منك كلمة حلوة واوعى تزعلها منك تاني. الولد اعتذر لوالدته وقال لها انا اسف اذا كنت ضايقتك، انا مش هزعلك مني تاني، قول الحمد لله، حالك احسن من غيرك. صلى على النبي في التعليقات.